الخط الأحمر هو حدود قطاع غزة، والخط ده هو الحدود بين سيناء المصرية من الناحية الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة من الناحية الشرقية. الخط الأصفر هو الطريق الرئيسي في قطاع غزة، واسمه طريق صلاح الدين، وهو يصل بين معبر رفح جنوبا ومعبر بيت حانون شمالا. معبر رفح بين غزة ومصر يخضع للسيادة المصرية والفلسطينية تحت مراقبة أوروبية، وهنا مدينة رفح الفلسطينية، وهنا كانت توجد مدينة رفح المصرية، لكن تم تهجير أهلها وهدم منازلهم سنة 2014 و2015 في إطار سعي مصر لمحاربة الجماعات الإرهابية في شمال سيناء بعد ثورة 30 يونيو 2013. ومعروف أن هناك عشرات الأنفاق التي كانت تربط بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. أما لو اتجهنا شمالا فسنجد معبر بيت حانون. إسرائيل بتسميه معبر إيرز لأنه يقع قرب مستوطنات إيرز، وبعد ما تخرج من معبر إيرز هتمشي مسافة 12 كيلو فقط فتوصل للضواحي الجنوبية لمدينة عسقلان. الإسرائيليين بيسموها أشكالون، وهي من المدن الرئيسية الكبرى المحتلة في إسرائيل. عسقلان تصيبها الكثير من الصواريخ الفلسطينية بسبب قربها من غزة. ونرجع نشوف منطقة غلاف غزة، وإذا كان قطاع غزة يعاني من الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش حوالي 2.5 مليون على مساحة 360 كيلومتر مربع، لكن المناطق المحتلة المجاورة لغزة والتي يطلق عليها غلاف غزة، هذه المناطق بها مساحات زراعية واسعة ومساحات سكانية استيطانية إسرائيلية محدودة. المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة مساحتها محدودة وعدد سكانها محدود، ومعظم منازلها عبارة عن بيوت مستقلة لكل أسرة، وتحيط بها مساحات معقولة من الخضرة. هنا مثلا مستوطنة زيكيم القريبة من البحر، وهنا محطة للطاقة الكهربائية، وهنا يوجد شاطئ زيكيم، وهنا مستوطنة كريميه، ومستوطنة ياد مردخاي، ونتيف هعسرا، وهنا مستوطنة إيريز، وهنا معبر إيريز أو معبر بيت حانون، وهنا مستوطنة أورهانير، وهنا مدينة سديروت، وهي أكبر تجمع سكاني إسرائيلي قريب جدا من الحدود مع قطاع غزة. وسديروت هي مدينة كاملة متكاملة، لكن تم إخلاءها حاليا من معظم سكانها. وهنا مستوطنة مفلسيم، ثم مستوطنة كفار عزة، وهنا ناحل عوز، ومستوطنة علوميم وبئيري، ومستوطنة رعيم، وهكذا تستمر المستوطنات الإسرائيلية الصغيرة حول قطاع غزة حتى نصل إلى مستوطنة كيرشالوم، ويسميها العرب كفر أبو سالم، وهي مستوطنة صهيونية قريبة جدا من رفح ومن الحدود مع مصر. ويوجد بالقرب من كفر أبو سالم معبر مهم جدا اسمه معبر كيرشالوم أو معبر كفر أبو سالم. ده معبر بين إسرائيل وغزة ومصر، وخاضع للسيادة الإسرائيلية بالتنسيق مع المصريين. أما معبر العوجة فهو بعيد عن غزة، وهو بين مصر وإسرائيل فقط، ولا علاقة له بالأحداث الحالية. إذا عبر الفلسطينيون من غزة إلى سيناء سيصلون أولا إلى رفح المصرية التي تمت إزالتها في 2015، ثم ينتقلون إلى الشيخ زويد، ومعظمهم غالبا سيستقر في العريش. العريش مش بعيدة عن الحدود، فقط مسافة 42 كيلو. مدينة بئر السبع المحتلة تقع على بعد 35 كيلو فقط من حدود غزة، وإسرائيل بتسميها بيت شيبع. حاليا إسرائيل بتطلب من سكان شمال قطاع غزة النزوح إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. شمال قطاع غزة يوجد به مدينة بيت حانون، ومدينة بيت لهية، وحي عطاطرة، ومخيم جبلية، ومدينة جبلية، ومدينة غزة الكبرى، ومخيم الشاطئ، وحي الرمال، وحي الزيتون. وعدد سكان هذه المناطق يزيد عن 1,000,000 نسمة. ولو اتجهوا جنوبا فهيروحوا فين؟ هيروحوا البريج والنصيرات ومغازي ومدينة دير البلح وجرارة وبني سهيلة ومدينة خان يونس، وأخيرا مدينة رفح، وهي مدينة كبيرة على الحدود مع مصر. وربما تريد إسرائيل أيضا إخلاء مناطق البريج والنصيرات ومغازي ودير البلح وتهجيرها إلى الجنوب. يبدو
إن إسرائيل عاوزة كده علشان تقدر تعمل اجتياح بري لمدينة غزة، والقوات الإسرائيلية عاوزة تنفرد بالصراع مع حماس بشكل بري وجها لوجه، وإسرائيل عاوزة تبعد الغزاويين عن الصراع ده. لكن غالبا أهل غزة مش هيسيبوا بلدهم، ومدينة غزة مش هتكون سهلة بالنسبة للقوات الإسرائيلية أبدا، لأن غزة مدينة كبيرة جدا وكتير من شوارعها ضيقة وغير منتظمة، ودهاليز وممرات بيعرفها مقاتلو حماس جيدا. حرب الشوارع بين حماس وإسرائيل هتكون كابوس صعب على العساكر الإسرائيليين. حاليا بتوجد حشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة، وحدود قطاع غزة هي عبارة عن حائط خرساني ارتفاعه حوالي 10 متر عن سطح الأرض بيفصل بين غزة والأراضي المحتلة، وبعد كده ده اسمه غلاف غزة. العالم كله تقريبا بيعترف بدولة إسرائيل، ولكن أحب أقول ملحوظة بتؤكد سوء نية إسرائيل في المنطقة، وهي إن دولة إسرائيل اللي العالم بيعترف بيها دي ملهاش حدود رسمية منذ إنشائها. لا توجد خريطة رسمية لدولة إسرائيل، لأن نية إسرائيل هي أنها تظل تتوسع على حساب التراب الفلسطيني واللبناني والسوري، ولو استطاعت أيضا لاحتلت سيناء وشرق نهر الأردن. إسرائيل ما زالت تبني مستوطنات داخل الضفة الغربية، يعني إسرائيل لم تكتفي بالأرض اللي احتلتها في عام 48، لكنها بتحاول كل شوية احتلال جزء من الضفة الغربية، وعلشان كده الضفة الغربية امتلأت بالمستوطنات الإسرائيلية المبعثرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وعايش فيها ناس تحمل الجنسية الإسرائيلية. شوفوا يا جماعة وتحملوا كلامي لنهايته، العالم مش بيعترف بالتاريخ ولا إن الأرض دي كانت ملك الشعب الفلسطيني قبل كده. العالم بيعترف بحاجتين، أول حاجة هي الوضع الحالي القائم، والذي يقول إن هناك دولة رسمية عضو في الأمم المتحدة اسمها إسرائيل، وهي من حقها الدفاع عن نفسها حتى لو ما كانش ليها حدود رسمية. فالعالم مش شايف التاريخ اللي بيقول إن دي كلها أرض عربية محتلة منذ عشرات السنين، لكن العالم شايف إنه حماس يوم 7 أكتوبر هي من بدأت بالهجوم. الحاجة التانية اللي بيعترف بيها العالم هي القوة، والشعوب العربية هتكون مخدوعة وبتضحك على نفسها لو كانوا فاكرين إن القوة المطلوبة هي فقط قوة الجيوش وقوة الإرادة والإيمان بالله وبالقضية. القوة العسكرية مطلوبة، سواء صواريخ محدودة أو حتى طائرات ودبابات ومدافع ودفاع جوي وحاملات طائرات وغواصات، لكن في عناصر تانية للقوة علشان تقدر تثبت نفسك قدام العالم. أول قوة مطلوبة مثلا هي قوة وحدتك. هل الفلسطينيين موحدين ومتفقين؟ للأسف اليهود هم اللي متمسكين وموحدين. القوة أيضا هي قوة الإعلام، قوة الخطاب الإعلامي والدعائي الموجه للعالم الخارجي. لازم يكون عندك القدرة والوسائل الإعلامية القوية الموجهة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية لكل أنحاء العالم، وتشرح فيها للعالم قضيتك. تشرح إنه إذا كان لإسرائيل دولة فأيضا من حق الفلسطينيين أن يكون لهم دولة. تشرح إنه الأرض دي كلها كانت أرض عربية يعيش عليها شعب عربي منذ مئات السنين، وجاء اليهود وطردوهم من أرضهم بالإرهاب والقوة، وتم ارتكاب مئات المذابح بحق الفلسطينيين خلال عشرات السنين الماضية. أما إسرائيل فعندها آلة دعائية وإعلامية قوية، ولديها توغل وشبه سيطرة على غرف صناعة القرار في أمريكا، ولديها أيضا نفوذ في القنوات الإعلامية الغربية والأمريكية. إسرائيل كذلك أقوى علميا وتعليميا، ولديها جامعات وباحثين من الأفضل في العالم، وده عنصر قوة مهم جدا جدا. إسرائيل أيضا لديها اقتصاد قوي، ولديها نفوذ قوي داخل الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، ونفوذ أيضا داخل أسواق المال العالمية. إسرائيل أيضا لديها قوة الديمقراطية. الديمقراطية هي قوة الشعب، الديمقراطية هي صوت الشارع، هي صوت الناس، وده للأسف مش متوافر لدى الفلسطينيين. إذن ولكي يحصل الفلسطينيين أو أي شعب على حقوقه فيجب عليه أن يكون لديه القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الإعلامية ومخاطبة الآخر والقوة العلمية والتعليمية والقوة الديمقراطية الشعبية. على العرب الآن العمل على إيقاف القصف الإسرائيلي على إخوتنا في غزة. على العرب الآن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وعلى حماس كذلك ألا تتصرف مرة أخرى بشكل منفرد وتورط الفلسطينيين
ثم تعود بعد ذلك وتطلب دعم العرب والعالم لقضيتها. ولا أدري، هل نهج حركة حماس منذ تأسيسها وحتى الآن، هل كانت هذه الحركة مفيدة ونافعة في مجملها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، أم أنها أضرت بالشعب الفلسطيني؟ علينا أن نصارح أنفسنا بالحقائق، وعلى الشعوب العربية أن تفرض كلمتها على حكامها. بدون عناصر القوة المتكاملة لن يحصل شعب على حقوقه. المصريين انتصروا في أكتوبر 1973 واسترجعنا أرضنا لأنه كانت لدينا الكثير من عناصر القوة. كان لدينا السلاح والإرادة والتدريب لجيش موحد قوي مؤمن بأهدافه. كان لدينا شعب متحد، وكان لدينا حكومة موحدة قوية وليس انقسام وخصومة. كان لدينا اقتصاد متوازن متماسك. كان لدينا نظام تعليم جيد. كان لدينا رئيس قادر أن يتحدث ويخاطب العالم ويناور ويخدع ويهجم هجمته، ثم يعود بعد أن ينتصر ويتصرف بشكل براجماتي يخدم أهدافه ويحقق مصالح شعبه، فيوجه خطابا لا يخطر على بال الأعداء ولا الأصدقاء، ويذهب بشجاعة إلى الكنيسة الإسرائيلي وهو واثقا من قدرته على تسويق قضيته بذكاء وبخطاب تاريخي بلغة عميقة، خطاب أحرج به اليهود والعالم كله. ثم تفاوض واستطاع استرجاع كل شبر من أرض سيناء. لقد كان أنور السادات حقا بطل الحرب والسلام. تحيا مصر، تحيا مصر وتحيا فلسطين بإذن الله، دولة حرة مستقلة متقدمة قوية بالإيمان وبكل أسباب القوة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية، القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام، والتي كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث. وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس في إطار الضم أو التوسع، وإنما يجب أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون.